سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضاء الإريتري والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقيم استقبالا رسميا للرئيس إسياس أفورقي. إريتريا تشارك في المؤتمر الثامن للجنة الاستشارية الفنية الإقليمية لشرق إفريقيا المعنية بالصحة. مدرسة حقات الزراعية والفنية تخرج 126 طالبا. إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات رغم تحذيرات ترامب. بوكو حرام تطلق سراح المئات من الرهائن. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة زيلينسكي لعقد لقاء مع بوتين. السلام عليكم ورحمة الله. حظي فخامة الرئيس إسياس أفورقي باستقبال رسمي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين 8 يونيو في قصر الاتحادية بالقاهرة في مستهل زيارة رسمية تستغرق 3 أيام إلى جمهورية مصر العربية، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض حرس الشرف. كما أقام الرئيس السيسي مأدبة غداء تكريما للرئيس أفورقي والوفد المرافق له الذي يضم وزير الخارجية عثمان صالح. وعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات التاريخية والأخوية بين إريتريا ومصر إلى مستويات أعلى من التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. واتفق الرئيسان على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الثروة السمكية وتطوير البنية التحتية للموانئ وقطاع النقل، مع توجيه الجهات المختصة في البلدين للعمل على تنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها. كما بحث الجانبان التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط والقرن الإفريقي، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وحضر المباحثات من الجانب الإريتري وزير الخارجية عثمان صالح والقائم بالأعمال في السفارة الإريترية بالقاهرة أمان عبد الواسع، فيما شارك من الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين. وعلى هامش الزيارة عقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعا تناول آليات تنفيذ التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيسين. وكان الرئيس إسياس أفورقي قد وصل إلى القاهرة يوم أمس 7 يونيو في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. شاركت إريتريا في المؤتمر الثامن للجنة الاستشارية الفنية الإقليمية لشرق إفريقيا المعنية بالصحة الذي عقد في نيروبي بكينيا تحت شعار الأمن الصحي والسيادة في إفريقيا، تعزيز الاستثمار المستدام والمبتكر في صحة الأم والطفل والرعاية الصحية الأولية في الفترة من 3 إلى 10 يونيو. وفي كلمته أمام المؤتمر سلط سفير إريتريا لدى كينيا السيد بيانا روسوم الضوء على تجربة إريتريا وإنجازاتها في تطوير الرعاية الصحية الأولية وجهود الحكومة في ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق النائية من البلاد. وقدم عرضا مفصلا حول ضمان صحة الأم والطفل في الرعاية ما قبل الولادة وبعدها، وغرف انتظار الولادة التي تم بناؤها لتمكين الأمهات في المناطق النائية من الولادة في المرافق الصحية، والتدريب المقدم في مجال رعاية الأمومة والنتائج التي تم تحقيقها. وفي مجال صحة الطفل قال السفير بياني أن النمو الذي تحقق من خلال البرنامج الوطني للتطعيم والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة قد لعب دورا هاما في تعزيز صحة الطفل وتوسيع نطاق التغطية بالتطعيم، مضيفا أن الحكومة تنفذ برامج متكاملة في هذه المجالات لأن صحة المجتمع مرتبطة بالتعليم والمياه والزراعة والغذاء والإسكان. وركز المؤتمر الذي نظمه المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وحضره ممثلون عن الدول الأعضاء والوكالات الإقليمية والمتخصصون في الرعاية الصحية وشركاء التنمية
ركز على تعزيز الأمن الصحي والوقاية والتأهب للأوبئة وتحسين صحة الأم والطفل وتوسيع نطاق خدمات التطعيم والرعاية الصحية الأولية. وقد أكدت إريتريا مجددا استعدادها لدعم الجهود الإقليمية بشأن هذه القضايا. خرجت مدرسة حقات الزراعية والفنية في 6 يونيو 126 طالبا وطالبة بينهم 45 طالبة بالشهادة بعد دراسة استمرت عامين جمعت الشقين النظري والتطبيقي. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ ملاك برهاني أن الخريجين توزعوا على 4 تخصصات هي الإنتاج الحيواني والبستنة والميكانيكا الزراعية وحفظ التربة والمياه وتنمية الري. ودعا الخريجين إلى توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في تطوير القطاع الزراعي والانتقال به من الأساليب التقليدية إلى الأساليب الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا. من جانبه هنأ المدير العام للتعليم الفني والمهني والتدريب بوزارة التعليم السيد تسفاي سيوم هنأ الخريجين مؤكدا أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من التعلم والتطوير المهني، وحثهم على مواصلة تنمية قدراتهم من خلال العمل والبحث العلمي والمساهمة الفاعلة في جهود التنمية الوطنية. وأكدت ممثلة الخريجين استعداد زملائها لتسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات في خدمة الوطن ورد الجميل للشعب والحكومة الذين وفر لهم فرص التعليم والتدريب مجانا، معربة عن تقديرها للرعاية والتوجيه اللذين تلقوهما خلال فترة الدراسة. بدوره دعا مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حمد الخريجين لاستثمار مؤهلاتهم الفنية والمهنية في تطوير الموارد الزراعية ورفع الإنتاجية والمساهمة في تحقيق تطلعات المجتمع والدولة. وشهد الحفل تكريم عدد من الطلاب المتفوقين بجوائز تقدير سلمها مسؤولون وممثلو الجهات المعنية. يذكر أن مدرسة حقات الزراعية والفنية التي بدأت نشاطها في عام 1999 خرجت خلال 25 دفعة أكثر من 3600 طالب وطالبة، من بينهم 1141 طالبة. تلقى 295 شابا من مديرية بريخ في الإقليم الأوسط دورة تدريبية مهنية من 3 إلى 6 أشهر تدرب الشباب خلالها في الأدب وإخراج الأفلام والإسعافات الأولية. ودعا مدير مديرية بريخ سيد تسفو في السهاسيون في مراسم التخريج في 6 يونيو دعا الشباب إلى تطوير المعرفة المكتسبة بالعمل التطبيقي، مشيدا بالاتحاد الوطني للشباب والطلاب لتنظيم الدورة التدريبية. من جانبه أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفله على الدور الكبير للشباب المؤهل في بناء الوطن. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات داخل إيران بعد إطلاق طهران صواريخ باتجاه إسرائيل، قالت إنها جاءت ردا على استهداف الضاحية الجنوبية، فيما تحدثت إسرائيل لاحقا عن رصد موجات جديدة من الصواريخ الإيرانية. وذكرت القناة 13 العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف نحو 20 هدفا داخل إيران، بينما أفاد موقع والا بأن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بمنظومات دفاع جوي وصواريخ باليستية، إضافة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي مهاجمة مجمع بتروكيميائي في بندر مهشهر في جنوب غربي إيران. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدتين جويتين في إسرائيل. مع اتساع التوتر أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس وفرض قيود في مطار بن غوريون، كما اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على الصواريخ الإيرانية، فيما قالت فاينانشال تايمز إن ترامب اعتبر أن على نتنياهو قبول أي اتفاق قد تتوصل إليه واشنطن مع طهران، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس صاحب القرار في هذا الملف.
أفرجت جماعة بوكو حرام عن أكثر من 400 شخص خطفتهم قبل أشهر من إحدى قرى ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفاد به عضو في البرلمان ومسؤول محلي. وقال المسؤول المحلي إنه نجح في تأمين إطلاق سراح 416 امرأة وطفل خطفوا من قرية ليغوشي. وتقع قرية ليغوشي على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع الكاميرون، وقد تعرضت مرات عدة لهجمات المتشددين. ولم تتوفر بعد معلومات عن كيفية إتمام عملية الإفراج عن المخطوفين. وتنفي السلطات دفع فديات، رغم أن محللين يؤكدون أنها ممارسة شائعة سواء من جانب الحكومة أو من جانب عائلات الضحايا. حصل الرئيس فولودومير زيلينسكي على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في دعوته إلى إجراء محادثات مباشرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وجاء الموقف في بيان مشترك صدر عقب محادثات في مقر رئاسة الوزراء البريطانية جمعت زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقال القادة في البيان إنهم يدعمون اقتراح إجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة وأوروبا بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار ودعم مزيد من المفاوضات. ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات الساحل الجنوبي للفلبين، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100، في حين أصدر مركز إنذار إقليمي تحذيرا من موجات تسونامي. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو. وقال المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني دييغو ماريانو إن 12 شخصا لقوا حتفهم في منطقة سوكارسغاغن بجزيرة مينداناو، مضيفا إن 129 شخصا أصيبوا بجروح في المنطقة، كما لقي 3 أشخاص مصرعهم في إقليم دافاو أوكسيدنتال. وحسب مركز التحذير من السونامي في المحيط الهادئ، فإنه من المحتمل أن تصل الأمواج إلى ارتفاع يتراوح بين 1 و3 أمتار فوق مستوى المد والجزر على سواحل الفلبين، ومن 0.3 إلى متر على سواحل إندونيسيا وماليزيا. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقيم استقبالا رسميا للرئيس إسياس أفورقي. إريتريا تشارك في المؤتمر الثامن للجنة الاستشارية الفنية الإقليمية لشرق إفريقيا المعنية بالصحة. مدرسة حقات الزراعية والفنية تخرج 126 طالبا. إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات رغم تحذيرات ترامب. بوكو حرام تطلق سراح المئات من الرهائن. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوى زيلينسكي لعقد لقاء مع بوتين. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.